أهلا بيكم. أنا سام سليمان، وفي السلسلة دي هنتكلم عن حاجات مهمة لأي حد حابب يدخل مجال الاي تي أو بدأ ومش عارف يكمل ازاي. هنتعرف مع بعض على مسارات مهنية مختلفة، وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة من أول ازاي إنك تتعلم لغة برمجة والأدوات المطلوبة لحد ما توصل إنك تشتغل في مجال تكنولوجيا المعلومات برواتب ممكن توصل لأكتر من 10,000 دولار في الشهر. الجميل في المجال ده إنه مش شرط تكون دارس حاسبات معلومات أو كمبيوتر ساينس، وتقدر تبدأ في أي وقت من أول سن 18 سنة لحد سن 35 سنة. لا السن ولا الشهادة بيفرقوا. الشهادة مهمة بس الخبرة والفهم العملي هما اللي بيشغلوا فعلا. لازم أكون صريح معاك، المجال مش سهل، والبداية غالبا ما فيهاش فلوس. ممكن تشتغل فترة من غير مقابل عشان تبني خبرة وبورتفوليو بعد كده يشغلك بفلوس أكتر. لكن صدقني، الحاضر والمستقبل بيتكلموا تكنولوجيا، واللي مش هيدخل المجال ده هيبقى محصور في شغلانات ممكن تختفي قريب. بص حواليك، زمان كان في وظايف واختفت. مثلا وظيفة البوسطجي اختفت مع انتشار التليفونات والموبايلات. كتاب الآلة الكاتبة اختفوا مع ظهور الكمبيوتر. إدخال البيانات بقت برامج أوتوماتيكية هي اللي بتعمله. الكاشير بقى خدمة ذاتية. خدمة العملاء بقت روبوت. والذكاء الاصطناعي بقى بيكتب ويترجم ويحلل أسرع من أي بني آدم. التكنولوجيا بتغير السوق كل يوم، وال AI سرع التغيير ده أضعاف. ولو لسه مش مقتنع، بص على توجيهات الدول. مثلا في مصر الرئيس المصري قالها أكتر من مرة: ليه ما تبقاش بتشتغل من بيتك وبتقبض بالدولار؟ ده مش كلام تحفيزي وخلاص، ده توجيه رسمي إن المستقبل هو تكنولوجيا المعلومات. عندنا مثال تاني، مثلا السعودية. هتلاقي رؤية 2030 اللي ماشية بخطى سريعة ناحية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. كل ده بيخلق سوق ضخم في مجالات كتير جدا زي البرمجة والأمن السيبراني وتحليل البيانات والاي اي ومجالات تانية كتير. طيب هتسأل نفسك أبدأ منين؟ ركز معايا. أول حاجة، أنت محتاج لابتوب وإنترنت ووقت كويس كافي اللي أنت تذاكر وتمارس اللي ذاكرته. تاني حاجة، إنك تختار مسار تقني يناسبك. في مسارات كتير جدا زي البرمجة، تحليل البيانات، الأمن السيبراني ومجالات تانية كتير. دلوقتي بقى معاك لابتوب، إنترنت، وقت، واخترت المسار التقني اللي أنت عايز تدرسه. تالت خطوة، إنك تبتدي فعلا تتعلم من مصادر مجانية أو مدفوعة وتطبق عملي كل اللي أنت فهمته. بعد كده تنفذ مشاريع وتجمعهم كلهم في بورتفوليو. بعدين تجهز سي في احترافي وتعمل بروفايل قوي على لينكد ان وتنشر عليه مشاريعك. واخر خطوة، انك تبتدي تقدم على شغل. لو انت فعلا متميز تقدر تشتغل في اكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم، مثلا زي اوراكل واي بي ام وميتا وامازون ومايكروسوفت وشركات تانية كتير، سواء في اوروبا او في الخليج او داخل مصر. لو اشتركت في القناة وفعلت الجرس، هتلاقي نفسك محتاج بس لابتوب وانترنت ووقت تذاكر وتطبق معايا خطوة بخطوة. الفرصة موجودة والسوق بيتغير، والدول بتصرف ملايين عشان تطور في مجالات التقنية. اللي هيبدأ النهاردة هو اللي هيكون ليه مكان بكرة. قولي في الكومنتات ايه مجالات الاي تي او لغات البرمجة اللي سمعت عنها قبل كده.